في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، على بركة الله وحفظه قبل لحظات أعلنت بداية وانطلاقة الشوط الأول والرئيسي للإبكار الإجداع من مسافة 5 كيلومترات. 5 كيلو هي الرحلة المصاحبة لهذه الأسماء الكبيرة ولهذه الشعارات اللامعة التي تزين أرضية هذا الميدان. متابعينا الكرام، هنا 8 أسماء حاضرين متنافسين على لقب وناموس هذا الشوط. نتابع وياكم المسيرة والخمس المراكز الأولى المتقدمة معنا على مسار وتحدي الشوط. المركز الأول العنود، هنا على مقدمة الشوط في هذه اللحظات سمحة محمد بن رافع المصبحي تنطلق على الصدارة في هذه اللحظات، بينما نقلتنا والدور دور المركز الثاني شعار سليمان بن عيد بن غضيان الحويطي يقدم لنا سراب على المركز الثاني، قادم بسرابة هنا على ثاني المراكز. نقلتنا والدور إلى ثالث المراكز في هذه اللحظات الواصلة والقادمة من وصلة زعامة، ويتقدم شعار سليمان بن عبد العزيز أبو شعيل العطوي. المركز الرابع القادم في هذه اللحظات الشاهينية راكان بن عواد العطوي، وأيضا القادم متابعينا الكرام من الجانب الآخر لحظات يا مخرجنا العزيز لنتعرف على خامس المراكز القادم من الواصل العنود تصل في خامس المراكز. عودة بن عيد المشهوري الحويطي تصل في هذه اللحظات وتسيطر إلى خامس المراكز. هذه النتيجة للخمس الأسماء للخمس الشعارات الأولى المتقدمة، ونداءنا الأول انقضى بحضراتكم، لكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى صاحبة السجلات، إلى صاحبة العوايد، صاحبة الإنجازات. هنا مع سمحة، هذه سمحة يا اخواننا، هنا على رصيدها اكثر من 3 نقاط هنا في الشوط الاول والرئيسي. العنود متابعينا الكرام اسم كبير وسمحة اسم كبير اليوم حاضر ومتواجد محمد بن رافع المصبحي. متابعينا الكرام المركز الثاني هنا شعار سليمان بن عيد بن غضيان الحويطي مع سرابة قادم بسرابة الى ثاني المراكز، لكن من هو الواصل الى ثالث المراكز اللي انضمت في هذه اللحظات؟ تقدم الزعامة سليمان بن عبد العزيز ابو شعيل، وايضا الشاهينية راكان بن عواد العطوي. خامس الاسماء يا اخواننا القادم من هو يا عبد الرحمن يا مخرجنا العزيز. 5 المراكز في هذه اللحظات متابعينا الكرام. المركز الخامس هنا يصل وأول ندى لهذا الشعار الذي غاب كثير. هنا شعار إبراهيم بن سعيد القناصة، إبراهيم بن سعيد الحويطي. مرحبا يا راعي القناصة، هذا الشعار الذي يمرض ولا يموت حاضر اليوم، حاضر، ولكن أعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة. الله على سمحة، الله على سمحة، الله على دا سمحة، الله يا بن رافع اليوم انت مطالب بهذه النقطة. اكيد ركز لي يا مطوع، ركز يا مطوع، وروح بالشوط وروح بالسلام. سمحة لازم تسجل النقطة هذه من رصيدها ان لم يكن عند المشاركين راي اخر، ولكن والله يا بن رافع اسماء كبيرة وشعارات والله لا لها ثقلها في عالم رياضة الهجن، في عالم سباقات الهجن. ولكن سمحة خلاص، خلي يا مخرجنا عود لي إلى مقدمة الشوط. ما لنا إلا الصدارة والمقدمة. خلنا مع اللي انطلقت انطلاقة ممتازة، انطلاقة تاريخية للمرة الثالثة. يمكن تكرر هذا الإنجاز وهذا السيناريو الذي اعتادت عليه هذه البطلة، هذه النجمة
النجمة هذه عودتنا على سيناريو كبير هنا على أرضية هذا الميدان. محمد بن رافع المصبحي، مالك سمحة، مالك هذه البطلة، مالك هذه النجمة الكبيرة التي سجلت النقاط الثمينة هنا على أرضية ميدان أبو الحجاج. ولكن يا أخوان والله في رصيدها إنجازات هنالك على في أعماق الميادين، لها إنجاز كبير ولكن لم يحضرني، ولكن أنا أتأكد هنا إنجازها الحاضر هنا التي أثبتت هنا على أرضية ميدان أبو الحجاج. ولكن سمحة وين وصلنا يا مخرجنا العزيز؟ وصلنا إلى لوحة وين 1500 متر يا بن رافع والله ما راح كثير، ما بقى القليل. شد حيلك وتمالك الأعصاب وروح بالسلام وروح بالنوماس. 1500 متر ما يفصلنا عن عمر هذا الشوط، ولا زالت سمحة هي صاحبة الشوط إلى هذه اللحظة. سمحة هي المتصدرة، سمحة هي الأقرب للنوماس للانتصار. الله بدون منافسة طول الفارق الكبير بينها وبين المشاركين قادمين يا بن رافع. لا بن رافع شد حيلك. الله على سمحة، الله على هذه البطلة الكبيرة. متابعينا الكرام لهذا الشعار المميز محمد بن رافع المصبحي، ولكن الأسماء أنني أرى أسماء وشعارات أراها بالعين المجردة قادمة يا بن رافع، قادمة لا محالة. ولكن الكيلو مثل الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو اللي ما بعده إلا الفوز، إلا النوماس، إلا الانتصار. الله على سمحة، الله على سمحة. الله متابعينا الكرام القادمة من لحظات يا مخرجنا العزيز القادم من شعار إبراهيم بن سعيد الحويطي. ولكن اكتفي بهذا القدر لأعود إلى أم الإنجازات. العصاوين يا بن رافع لا تفك عصاها، خلها راكدة وامنة، لا تقول لها شيء. اصوات طفيفة والله ما تستاهل العصا. هذه بطلة، هذه نجمة، هذه متوجة يا اخوان، هذه مرشحة ومصنفة من رقم 1. خلها يا بن رافع وحافظ عليها. هذه والله اللي يروح لها يوم رفات الإعلام، هذه والله اللي تحافظ عليها. عطني فارق يا مخرجنا العزيز بينها وبين المشاركين. لا والله اللي مطوع قرا عليه اليوم، وروح بالسلام وروح بالفوز وروح بالانتصار. ما شاء الله وتبارك الله. سلام يا بن رافع، سلام يا محمد يا بن رافع، سلام بالفوز والنوماس والانتصار ولحظة وصول سمحة خط النهاية معلن الفوز والنوماس. المركز الثاني كان مع القناص، حضرت في ثاني المراكز إبراهيم بن سعيد الحويطي. المركز الثالث الشاهني حضرت إلى ثالث المراكز راكان بن عواد العطوي. تهانينا. والنوماس لمالك سمحة محمد بن رافع المصبحي العطوي. التوقيت الزمني لحظة وصولها خط النهاية 7 دقائق 58 ثانية 29 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك.